من معايير النجاح المهمة جدًا وهي مدى رجوع العملاء ليك تاني، لازم تاخد بالك من رحلة العميل بتاعك، لازم تعمل tracking للعميل ده، دخل لك وخرج وما جاش تاني خالص، والّا دخل لك وخرج وبدأ ياخد منك دورات، ياخد استشارات، بدأ يحصل عملية احتفاظ بالعميل، ده مؤشر قوي جدًا لعملية النجاح. تاني حاجة إن هو يرشحك كمان لغيره، يعني يبدأ كمان يبعت للناس أو يكلم الناس عنك أو يقول رأيه بكل ثقة أو يشكرك برسالة قوية جدًا ويعبّر فيها عن مدى امتنانه بوجوده في الأكاديمية ديّة. كمان إنه يحصل على تغيير حقيقي، إن يبقى في تغيير حقيقي حاصل لهذا الشخص، والشخص بدأ يشتغل معاك، بدأ يقول لك أنا محتاج أنشر الوعي ده للناس، ممكن أشترك معاك، ممكن في بلدي، ممكن في دولتي أكون سفير ليك، كل ده معايير ممتازة جدًا من معايير النجاح اللي لازمًا تحطها قدامك. طبعًا في معايير كتير جدًا، ولكن اختصرت لك المعايير اللي لمّا كنا بنشوفها في الاستشارات وأثناء العمل كان بيبقى بالنسبة لنا ده نجاح كبير جدًا.